السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا فيديو جديد. لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا مجنى، دي قناتي يوميات ومجنى، بقدم روتينات تشجيعيه. فيديو النهارده هننضف الحمام الصغير، حمام اوضه النوم. زي ما انتم شايفين قد ايه الدنيا متبهدله، اتوسخ جامد. ده عشان احنا كلنا بندخل الحمام ده. الحمام التاني حمام الضيوف، محدش بيدخله قوي. كان محتاج تنظيفه كده حلوه، وان احنا نرتب الحاجات دي. بصوا هنا معجون السنان في كل حته. البنوته الصغيره كانت مبهدله لي الدنيا بصراحه. قلت بقى ندي تنظيفه حلوه، وفي نفس الوقت نشيل كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. كان عندي كمان شويه حاجات على الشياله اللي فوق التواليت دي، مده صلاحيتها انتهت، كنت عايز اشيلها ارميها. وفي بطرمانات فضيت برضو عايزه ارميها. الارض متوسخه جامد. قلت هي محتاجه دعكه حلوه كده بفلاش ارضيات. قلت بقى ننضف الحمام كده ونعمل لكم روتين حلو فيه. وزي ما انتم شايفين الدنيا كلها متبهدله، بس احنا اتعودنا ان احنا ندخل مكان ما نطلعش منه الا هو زي الفل. فمش بس هنغسل الحوض والتواليت والكلام ده، لا، احنا هنجيب كل حاجه: المرايات، الصبانات، الحيطان، الشباك، الشياله كمان باللي عليها، اللي هي المتعلقه كده، منظم مع التعلق، حاطه يعني بحط عليه الشامبوهات والحاجات. هنشيل كل حاجه وهنغسل كل حاجه، وهنشيل اللي ملوش لازمه هنرميه. والدنيا هتبقى في فرق جامد جدا بين قبل وبعد. ديكوا شفتوا الحمام كان عامل ازاي. مش هنخليه حته الا لما نظبطها. هنا كنت خلاص فضيت بقى الصبانه اللي على المرايه. والمفروض بقى ان انا لما اغسلها هرص الحاجات اللي انا محتاجاها بس. اللي انا مش محتاجاها، او برضو ابص على صلاحية الشامبوهات. الحاجات دي في حاجات عندي بتقعد فترة طويلة يعني. فهبص برضو على كل حاجة، مش هنسيب حاجة. والحاجة اللي انا مش محتاجاها، الحاجة اللي ما بستعملهاش، الكلام ده هنشوف الدنيا فيها ايه مع بعضينا. بس انا برمي حاجات كتير قوي مش محتاجاها هنا. يعني مثلا في مكانة حلاقة جوزي استعملها وخلاص مش هيستعملها تاني، بشيلها ارميها. شفرة شيفنج برضو نفس الكلام. فرشة سنان خلاص، انا جبت بدلها جديد بتترمي. ممكن بقى ان انا مرميهاش كمان، اخليها لو هغسل بيها حاجة يعني. زي الفرش بتاع المطبخ وكده، هي بتنفع برضو في اوقات معينة. وعلى فكرة فرش السنان دي بتنفع كمان في تنظيف التليفونات، مكان السماعة. لما بيكون في اطراب وكده. انا شفت حد بتاع موبايلات بينظف بيها، بس هو بيرش مادة معينة يعني. بس هي بتنفع في حاجات كتير صراحة. ممكن كمان لو انت مش هتستعمليها خلاص في غسيل سنانك، استعمليها في غسيل ضوافرك. علشان الضوافر تطول بيحطوا معجون سنان، والعصير اللي بيبقى جوه الطماطم من جوه ده، وتدعكي بعصير الطماطم معجون السنان، بتحطيهم مع بعض بفرشه، بتدعكي بيهم ضوافرك وتطول. ومبتبقاش بتتكسر بسهوله يعني، بتجمد وبتقوى. ف احنا زي ما اتعودنا ان انا في كل فيديو بقول اي حاجه مفيده، يعني حاجه حتى ولو حاجه واحده مفيده تكوني طالعه من الفيديو بتاعي مستفاده. اي حاجه بكلمه، بمعلومه، بحركه بعملها في الفيديو، باي حاجه. عودتكم ان انتم ما تطلعوش من الفيديو بتاعي او بتاع اي حد غير لما تكوني مستفاده. ما تضيعيش وقتك على الفاضي. تمام. هنا بقى انا بصراحه كنت مشغله الميه السخنه، لان الجو برد. ومادام احنا هنبلبط يبقى ايه بقى، ما نتعبش نفسنا. يعني ايه، ما تجيش على نفسك عشان ما تتعبيش وعشان صحتك. بس برضو قومي اتنشطي وشوفي شغلك واعملي شغلنا اللي وراكي. ما تكسليش عشان التراكمات بتبهدل الدنيا. ايدك في النضيف يفضل نضيف، علشان خاطر الحاجه لما بتسيبيها تتبهدل، اللي حواليكي مش هيحافظوا عليها، لان هم هيقولوا كده كده متبهدله. تمام. دي اللي كانت في ايدي بقى، دي الليفه القديمه بس باظت واتبهدلت، فجبت بدلها بقى الليفه الجديده القمر دي. وطبعا الصابونه بتبقى على الصابونه، بتابع اول باول، اول ما تقرب تخلص بجيب غيرها. المفروض ان انا بكون جايبه يعني وراكنه عندي. ديت الفرش السنان دي المفروض انها جديده، بس جوتي بقى كانت مبهدلهم كلهم معجون سنان. بتلعب يعني بالمعجون مش بالفرش. بتحط المعجون ده على الصبانه وعلى الحوض وعلى الفرش في كل حاجه، كل حته بتبقى اما بتدخل تعمل حاجه بالمعجون، حاسه ان هي شويه وهتغسل وشها بالمعجون. فكانت مبهدله لي الدنيا الصراحه. فقلت برضو ايه، كده كده اصلا انا كنت سايبه الحمام مثلا بقالي 3 ايام ما عملتوش. على طول بدخل ايدي فيه، لو مش هدعك دعكه عميقه برش ميه على الارض وبشدها. بتك على السيفون كده واظبطه. بدعك الحوض ده مثلا. انا حاطه فوق على الصبانه هي في فرشه زرقاء.
لو انتوا شايفينها، دي فرشه للحوض جايباها مخصوص عشان خاطر انا بحط فيها صابون واسيبها على الحوض، بدعك بيها الحوض لو ما فيش جنبي متاح سلكه وشويه صابون وكده، دي تبقى موجوده عليها على طول عشان ما يتبهدلش. اول ما الاقي الدنيا اتبهدلت ابقى اروح جايبه بقى الاسبونجه او السلكه وشويه صابون وفلاش ارضيات، وكمان اللي هو الهربك بتاع التواليت، وادخل بقى هنجيب كله، هنغسل الباب والشباك والحيطه والحوض والتواليت والصبانات، مش هنخلي اي حاجه، الشطاف اليدوي الاخر هندعكه. امشي على كل المحابس المعها. لما بدخل مكان انا متعوده ان انا بجيبه كله كله كله. انا بقى ايه، بصوا هما اليومين دول مش يومين بلبطه، لان دول يومين برد شويه في الشتاء يعني الجو برد، بس ده ما يمنعش ان احنا هنقوم نشوف شغلنا يعني ونشوف مصلحتنا. ما ينفعش ان انا يكون عندي المكان كان مبهدل بالطريقه دي واسيبه. تمام، وديكوا شفتوا الحوض كان عامل ازاي، وفرق بعد من قبل بقى عامل ازاي. كمان الارضيه اللي تحته عامله ازاي، يعني بصوا مش شويه ميه هحطها هشد هينضف، لا ده عايز يندهك ضحكه حلوه. وانا لما بلاقي اللون بتاع السيراميك غمق كده، ببقى عارفه ان هو عايز دعكه حلوه كده بالفلاش عشان يبيض ويرجع يلمع كده. وكمان زي ما انتم شايفين كل ما بروح اغسل حاجه في حته بجيب الحيطان من حواليها، يعني بمسك اي حته انا قريبه من الحوض بغسل الحيطه اللي جنبه، قريبه من الصبانه دي بغسل جنبها، قريبه من الباب بجيبه بغسل وشه وظهر كده، يعني بجيب الباب من جوه ومن بره، انا ما بخليش حاجه لما بعملها. هنطلع كمان على الشباك الالمونتال دلوقتي بندعكه دعكه جميله. عندي الشياله اللي فوق التواليت اتبهدلت قوي، بقى لي فتره ما بصيتش عليها، قلت بقى اما ادعكها دعكه حلوه هي كمان. والارضيه كده نلمعها بشويه صابون كمان بعد الفلاش، عشان الفلاش ممكن يخليها تغير او كده، برضو لازم ندي لمعه كده بسائل غسيل الاطباق ده. زي ما شفتوا كده انا دعكت الارض تحت الحوض برضو بالسلكه، بس ده ما يمنعش ان احنا هنحط فيها فلاش برضو. عايزه اقول لكم بلبطه السنين وميه ميه ميه عماله ارمي في كل حته. الهدوم بتاعتي عماله تتبل، بس احنا بقى اتعودنا خلاص، احنا هندخل نبلبط براحتنا نخلص شغلانتنا ونطلع نغير بقى ونلبس هدوم ونتدفى. بس انا عايزه اقول لكم ان ارخم حاجه بتعدي عليا في موضوع البلبطه ده ان انا بقلع الشراب. انا ببقى متضايقه جدا 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 وانا قلع الشراب. انا عايزه اقول لكم الشتا ده كله ما بقلعش الشراب، يعني الواحد يتوضى ويقوم لابس شراب جديد ويقوم متكلفت كده ويقوم بيصلي وهو مقفز الهدوم. الجو برد جدا وعايز بصوا يعني زعبوط جوند شراب بتاع طقمين 3 هدوم فوق بعض. فالواحد بصوا يعني بس ارخم حاجه بتضايقني ان اقلع الشراب، اي حاجه تانية عادي بقى، ببل عادي بلبط في الميه عادي، كل حاجه في الدنيا عادي، بس ما ينفعش البلاط بيبقى ساقع والارض ساقعه، عارفين حتى الشباشب تلج. خصوصا كمان لما تكون رجليكي دافيانه في الشراب ده بيفرق. بصوا بقى طبعا ما خليناش حاجه اهو، معانا الحنفيه بندعكها، الصبانه بنغسلها، التواليت نفس النظام بنمرشه. بصوا ما بنخليش حاجه لما بنفورها، احنا بندخل المكان بنطلع منه فايق ورايق بنفوقه. اتعودي ان اي مكان تدخليه دخلتك فيه تفرق حتى ولو بحاجات بسيطة، وتعودنا ان مكان لما يدعك دعكة حلوة زي دي هيفضل فايق اسبوع. هتفضلي بصي اسبوع بتعملي فيه حاجات خفيفة قوي، اللي هو شوية مية في الارض وتشديهم. دعكة حلوة بس للحوض عشان خاطر كل شوية فيه بقى صابون وش بتاعه وكل شوية وضوء وكده، فيا دوبك اللي هو ايه على السريع كده. الغسلة يعني المتينة بتوفر عليكي شوية حلوين. تعودي ان على قد ما تروقي على الوش والدنيا وبتاع، يكون في برضو كل فتره كده ترويقه جامده تخليكي وانت بتروقي من على الوش ضميرك مستريح، اللي هو لا ما انا لسه بص ماسكاه مفوراه، فاللي هو همشي كام يوم كده، مش محتاج اصلا، هو مش محتاج، يعني انت عملتي من على الوش عملتي جامد عملتي، هو المكان مش محتاج. زي ما بتشوفي كده الحاجه اللي انا بغسلها على طول بتلمع، زي ما انتم شايفين الحيطان بجيبش، بصوا ما بسيبش حاجه. الحيطان بصوا بقى لما يجي حد ياخد دش وبيستعمل الصابون اللي هو الريحه ده اللي على الصبانه ده بيغير في السيراميك، فلازم انت اول باول صابون اللي هو بريل مثلا او اريال او حاجات من دي عشان تضيع التجيره بتاعه السيراميك. تمام، هو نضيفه زي الفل بس بيغير من الصابون ده، فتغيير مع اللون الغامق اللي هو الفضي ده بيدي لون ابيض على السيراميك من بره،
بيبقى مجرد بيخلي لونه جيري ابيض. فاللي هو لا، وعلى ايه احنا ايدنا في الحاجه تبقى فله، ولما تنضف برضو ايدنا فيها تفضل نظيفه وتفضل حلوه. واحنا قلنا ان اي حد في الدنيا هيشوف حاجتك نظيفه هيحافظ لك عليها. لو شافوا الحاجه مبهدله هيبهدلوا. مهما تقولي لي ما تقوليليش اصل هم متعودين، لا والله لو متعود يخلي الدنيا معفنه ولقاكي نظيفه ومكانك نظيف هيحافظ. تمام. وما تقوليليش بقى المكان الولاد هيلاقوا الدنيا متبهدله كده وهم نضاف هيقوموا لا، هيبهدلوا اكتر، والله هيبهدلوا اكتر. مفيش حاجه اسمها عيل نظيف. العيال كلهم بيبهدلوا وبيوسخوا مهما يكونوا نضاف. لو روقلك الشقه بحالها هتلاقي قطه برضو زي الزريبه. فاللي هو ايدك في الحاجه، ايدك في الحاجه على طول، وربنا يعيننا عليهم ويدينا الصحه بس ويقوينا وننضف وراهم ويديهم الصحه ويفضلوا يتشاقوا، لان هم يا عيني لما ما بيتشاقوش بيبقوا عيانين وتعبانين. فالواحد بيقعد يقول لا يرجعوا بس بصحتهم ويتشاقوا واحنا نعمل وراهم. فربنا يرزقهم الصحه كده ويبعد عنهم المرض كلهم، اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب، ويدينا الصحه ويقوينا على شغل بيتنا وحالنا وعيالنا. لان بجد الست حاجه مهمه جدا في البيت، وهي البيت كله، هي عمدان البيت، هي اساسه. فمن غيرها البيت بيتبهدل، الولاد بيتبهدلوا. الزوج طبعا مش هيلاقي حد يعمل له اي حاجه في حياته، هو يعتبر 99% من توكاله عليها. كل حاجة يعني بتعملها له وبتعملها للولاد وبتعملها في البيت. كل حاجة هي محدش بيعمل معاها حاجة ولا حد بيساعدها في حاجة. بالعكس الست مظلومة والله العظيم. الست بتشقى وبتتعب في البيت وبتشقى وتتعب برا البيت لما بتكون موظفة او بتشتغل او اي حاجة في الدنيا. بتبقى يعني مجهود عليها مضاعف. ومحدش بيساعد، محدش بيشيل حد خالص، محدش بيعذر. بالعكس بيقعدوا يقولوا هي بتشتغل لمين، يعني هو لنفسها واحنا يعني هي بتجيب وتحط في جيبنا والكلام ده. بس ما يعرفوش ان هي الحياة دلوقتي عايزة مشاركة، وان مفيش حد واحد بس هيشتغل هيقدر يمشي بيت. الزمن ده بقى صعب، ولازم كله يحسن مستواه ويحسن دخله ويشتغل ويتعب. لان بجد الزمن ده مبقاش فيه حاجة فيه مكفية، والفلوس تحسوا انها ما فيهاش بركة، مبقتش تعمل اي حاجه خالص. الفلوس ال1000 جنيه بقى كانه 100 جنيه، وما بقاش يقعد بقى يتفك ما بيقعدش. بصوا بقى هنا ابتديت بقى ان انا اشيل. كان عندي حاجات كتير بقى، ماسكات صابون مغربي، ماسك صنفره، ماسك تفتيح، حاجات من دي. ده شامبو وفي فوق اهي غرغره. والمنظم بتاع الاسنان اجيبه بقى احطه كده على الشياله الصبانه عشان احط فيه الفرش، وحمام كريم وشاور جل. بصوا حاجات كتير وبلسم. عايزه اشيل كل ده، وليفه مغربي فوق اهيا. والفرشه بقى اللي فوق دي فرشه المقشه اللي هي ايه، اللي انا بمسح بيها الارضيات يعني. دي ملهاش دعوه بالكنز، في مقشه تانية للكنز دي انا بغسل بيها الارضيه وبسيبها بقى تنشف نفس النشفان ده. وبعد كده لما احب احتاجها هلاقيها يعني، بس لازم تنشف عشان ما تبصش ولا تعفن ولا يبقى فيها ريحه وحشه وكده. فهندي دعكه حلوه للصبانه دي. الاول هدعكها بالسبونشه، بس حاسه ان هي محتاجه تدعك تاني، فهقوم جايه بقى ايه طالعه فوق كده على بالمقشه دي، وحاطه عليها صابون، ودعكه الشباك فوق، ودعكه تاني الصبانه دي تاني اللي بتاع اللي هي الشياله دي، والحيطان بقى من حواليا. لان انا مش هعرف اطول كده تاني يعني، مش هلاقي حاجه تانية اقف عليها غير ان انا واقفه على القعده على التواليت قافلاه واقفه عليه. فمش هعرف اقف على حاجه تاني يعني، مش جايبه كرسي، مش جايبه حاجه اقف عليها، ومفيش مساحه اصلا في الحمام تساعد ان انا اجيب حاجه اقف عليها. وكمان الستاند بتاع الكاميرا يعني برضو واخد مكان، فمش عارفه اتحرك لان اصلا الحمام ضيق. فهطلع بقى كده زي ما شفتوا اهوت بالفرشه. ارغي بقى. انا بحب الرغاوي، بحب الرغاوي جدا. عماله احط صابون وادعك، وبعد كده بشطف بميه. بس والله العظيم حاجه كده تحفه. انا بس كانش ناقص غير ان انا طول الشفاط الحبل بتاعه ده نازل، ده حبل الشفاط. كانش ناقص غير ان انا طول الشفاط اجيبه، بس انا مش طايله ده، هو لازق في السقف، ده هو تحت السقف على طول. فاللي هو مش هطوله للاسف يعني. بس انا طبعا ما بفتحش الشباك ده خالص خالص خالص. انا عندي شفاطات في الحمامات، فمش محتاجه ان انا افتح الشبابيك على مناور. ف بغسله كده من جوه، وانا بخاف صراحه، بخاف افتحه. بخاف فكرتي عن المنور ده ان هو حاجه مرعبه، فبخاف افتح الشباك. بس بصوا بقى دعكت برضو الصفايه اهي، والحيطان اللي حواليه واللي تحت الشباك كل الاتجاهات. الشطاف بقى اليدوي ده حاجه كده اختراع،
بيساعد بقى، ولا تشيلي بقى تقعدي كل شويه تشيلي ميه وتكبي وتدلقي على الحيطان وبتاع. هو بيساعد انت بس رغي الدنيا وامسكيه افتحيه كده، هيشطف الدنيا كلها. يعني مش عايزه اكلمكم عن جمال لمعه السيراميك بعد التنظيفه دي. السيراميك بيلمع، الشباك بيبرق، الواحد بيبقى بص داخل كده بنفس. انا حاسه ان انا عايزه ادخل افرش واقعد والله يا ولاد. عايز يتاخد صوره 6 في 9 الحمام بعد ما نضف. نفسيه الواحد بتفرق، نفسيه بجد بتفرق. البلبطه كمان في الميه والرغاوي والحاجات دي والله بتخلي الواحد نفسيته حلوه، والواحد يطلع من المكان كده يخليه فله كده ويطلع. اللي يدخل بقى يلاقي المكان جميل، الله الله بجد. هنا بقى دي حاجات كتير من اللي انا شلتها من على الشياله. طبعا كنت بشيل احط ورايا على طول، فشيلت بقى اللي شفت اللي ينفع يتحط على الصبانه اللي ورايا. وهنا بقى منظم الاسنان هدعك ودعكه حلوه. وشيلت بقيه الحاجات، كل الحاجات معظمها اترمى. دي الكوبايه اللي كان فيه في ارضيتها صابون لازق فيها علشان خاطر مش عارفه كان في حاجه محطوطه يعني. عملت صابون فيها والصابون منه اتركن شويه نشف. فلقيت بقى صابون ماسك في ارضيتها، غسلتها غسله حلوه قوي دعكتها. المفروض ان دي الكوبايه بتاعه منظم الاسنان دوت. منظم الاسنان بيبقى فيه الفرش والمعجون، والكوبايه دي اللي بياخدوا بيها ميه علشان يتمضمضوا يعني بعد غسيل سنانهم وكده. بس انا بقى بستعملها في ايه؟ انا باخد شويه ميه هنا ومنها بيها وارش هنا وارش هنا وادلق على الارض. فاللي هو عاملاها ايه، بدل خرطوم الميه. طبعا اللي وقعت على الارض دي الليفه المغربي هشيلها برضو احطها على الشياله. شفت بقى كده كل الحاجات اللي انا محتاجاها. كمان لما ارمي بقى كل الكركبه دي هبقى عارفه ايه اللي ناقصني. مثلا لو ناقص ازازه بلسم هبقى عارفه ان انا عايزه اجيب ازازه بلسم، او حمام كريم، او مثلا صابون مغربي، او الحاجه اي حاجه ناقصه بقى. كمان لما ارمي كل مكان الحلاقه اللي جوزي استعمله هبقى عارفه ايه اللي ناقص. اذا كان هو ناقصه حاجه هشتريها له. والفرش كمان اتابعها اول باول. انا بغير الفرش كل 3 شهور. وساعات لما بلاقيهم استعملوها بوظوها كده وبتاع باهدها يعني، بشوف الدنيا فيها ايه وبغيرها مثلا كل شهرين. معجون السنان اول ما بتخلص الانبوبه بتاعه معجون السنان بروح جايه مغيره النوع نفسه. يعني مثلا كولجيت يبقى سنسوداين يبقى كده، يعني اغير النوع ماشي. فاللي هو اسمع ان ده مفيد بالنسبه للاسنان، انت ما تكرريش النوع. بعمل كده والله يا ولاد في زيت الشعر. بعمل كده في كل حاجه اللي هي مثلا بتيجي ببقى مغيره النوع، بس ببقى متعوده على انواع معينه ببدل فيها، بس مش كل شويه والتانيه بغير نوع يعني. تمام كده ظبطت الدنيا وشفت اللي انا مش محتاجه على الصبانه وشلته حطيته في الشياله، واللي هيكون مكانه هنا حطيته. تمام. طبعا دي يا دوبك شامبو وبلسم والغرغره بتاعه الاسنان، عشان دي بتبقى عامله زي مسكن كده الصراحه للسنان، فجوزي بيحتاجها كتير. والفرشه الزرقاء دي اللي بدعك بيها الحوض، فلازم تكون موجوده جنب الحوض او البول وبس. ومنظم بقى الفرش. تمام. هنا حطيت بقى الليفه الحجر، الباديكير، املاح الباديكير اللي هي بتبقى بتاعه الرجلين علشان خاطر لو في تشققات في الرجلين وكده. الصابون المغربي، شويه حاجات كده على الشياله. الغطا بتاع الصفايه اللي على الارض دي، الغطا بتاعها اللي في الاخر خالص بتاع اسمها ايه، المقشه اللي انا بغسل بيها الارض هحطها هي كمان ناحيه فوق علشان تتصفى. كده كل الحاجات اللي هي ايه اللي انا حطيتها على الحيطان على الشائله بتاع الحمام. بصوا لما بيكون في فلاش برضو بحطه معاهم وهاربك. بس هنا انا بفضي بقى الازازه كلها بخلصها، والهاربك كمان كان بيخلص مني، كان اخر شويه، فرميت الازاز الحمد لله اتخلصنا منها. ولما اكون محتاجاهم هشتريهم. بس كده هنا حطيت الفلاش وابتديت بقى ان انا ايه ادعك الارض. بصوا السيراميك بينه وبين بعضه الاسمنت الابيض، عايزه اقول لكم طلع من كتر ما انا ما بستعمل الفلاش. كتر ما بستعمل الفلاش ما بقاش فيه اسمنت ابيض. بصوا الفلاش بيفور اي طينه اي حاجه. فلما ما بقاش فيه اسمنت ابيض بقى الاسمنت الاسود اللي معمول بيه السيراميك اصلا باين تحت يعني هو اللي مسود ده. هي دي مش وساخه ولا تراب ولا طين ولا اي حاجه، هي الاسمنت الابيض. الاسمنت الاسود بيبان. بس بصوا بقى لو في حته اسمنت بيضه على طينه او حاجه الفلاش بينضفها بيخليها جميله ازاي. فهتلاقوا حتت بيضه وحتت سمراء. حته البيضه دي الاسمنت الابيض نضف، والحته السمراء دي اللي تحت سيراميك اللي تحت الاسمنت الابيض، يعني هو ما بيبقاش فيها بقى خلاص اسمنت ابيض. تمام. فبصوا بقى
يعني على جمال ان السيراميكا تبقى بيضة والفواصل بيضة وكل حاجة كده بتلمع وبتبرق. يعني اللي اخترع الفلاش ده الله يبارك له. المنظفات عامة تسوى حقها، لان بتساعد في التنظيف وما خلتناش نبقى بنضغط في الدعك زي زمان. زي مثلا منظف حلة الالومنيوم، الحلل الالومنيوم والصواني الالومنيوم والحاجات دي، كانت الحلل تزرق بقى ونقعد ندعك، والهباب بتاع الكانون والهباب بتاع البوتاجاز الكلام ده. الحمد لله دلوقتي بقى في بقى المنظم بتاع الالومنيوم ده، الرش رشه جميله كده، ونسيب الحله 5 دقايق وما تحتاجيش لدعك، انت بس بتدعكها عشان يبقى ايه مكان المنظف بس تنضفيها. بصوا بقى، رشيت شويه ايه بعد ما خلصت الفلاش والدعك بتاعه، حطيت شويه بريل على الارض، شويه ميه بقى رغاوي رغاوي دعك بقى ورغاوي. الراحه النفسيه، العسل كله لازم اعمل كده عشان احس ان الدنيا نضفت. بص، ما دام في مكان فيه بلاعه برمي ميه براحتي، بفضل ارمي ميه بالليل وبالنهار وفي اي وقت. ما دام في بلاعه خلاص، انا مش هنشف بقى، يعني مش هرمي واقعد اشد بشرشوبه ولا بتاع ولا كده وانشف، لا ده الحمد لله هنشد بالمساحه على البلاعه وخلاص، خلص الحوار، ننهي اثار الجريمه. تخيلي بقى كده انك تفضلي تبوظي فتره طويله في مكان وتدخلي ما يكملش 10 دقايق ربع ساعه تقومي مفوره المكان كله ومخليه بقى يقعد نضيف اسبوع. فدي حاجه حلوه قوي 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 قوي. انا بحب قوي الروتينات الاسبوعيه والله يا ولاد. الروتين الاسبوعي انا كده كده الحاجات دي بتتعمل كل يوم، بس مش كده، بس مش بالطريقه دي. فرق الروتين اليوم يعني الروتين الاسبوعي، ان الروتين الاسبوعي بيبقى بذمه، بيبقى المكان اتبهدل قوي فمحتاج يتغسل غسله عميقه، فبتعملي فيه اللي ما بنعملش كل يوم. فانا بحب قوي بقى الروتين الاسبوعي ده، بحس ان انا بشتغل بذمه، انا ما بحبش ادخل مكان وكروته الا غصب عني لو تعبانه او مشغول، حاجتين اتنين، عندي شغل ومش فاضيه فلازم اعمل، هعمل برضه مش هعمل، بس مش بذمه قوي زي ما المكان يكون هعمله وانا فاضيه. ولما بكون تعبانه بيبقى غصب عني بقى والله. انا للاسف ما عودتش البنوته الكبيره ان هي تساعدني، فاللي هو يوم ما بتعمل لي حاجه ببقى بصوا خلاص شويه وهبوس على ايديها، انه مش مصدقه ان هي حنت عليا وعملت لي حاجه. فعشان كده دايما اقول لكم عودوا بناتكم ان هم يعملوا بدري، لان هم لما بيعملوا بيبقوا حابين، احسن ما يبقوا خلاص انت علمتيها بس هي مغصوبه. تمام. هنا بقى حطيت فوطه وكان بقى ده الشكل النهائي للمكان. زي ما انتم شايفين الدنيا فضيت ونطفت وراقت وفاقت كده وبقت بتلمع. وطبعا مش ما تنسينيش في اللايك، انا طبعا كل شويه اقعد افكرك كده تحطي لي اللايك لو الفيديو عجبك، ولو انت جديده في قناتي تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا هتستنوا اكيد فيديوهاتي زي ما شفتوا كده. انا بعمل لكم باي باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.